امتلأ الدنا بسناه، الله التمس الوجود هداه، الله ارتجفت يداي لقصده بقصيدة أرجوه إذ أخشاه، والخوف لو حصر الفؤاد بغصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446. في ذي بدء أتقدم إليكم بالتهنئة والتبريكات لحلول هذا الشهر الكريم، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر، وأن وافقنا إياه، وأن أطال عمرنا وحفظنا وأعطانا من الصحة والقوة ما يمكننا أن نصوم، فله الحمد سبحانه وتعالى وله الشكر. وأيضا نسأله جل في علاه أن يعيننا على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه واستغلال دقائقه وثوانه في طاعته سبحانه. مشاهدي الأكارم، في هذه الليلة الطيبة المباركة في فاتحة شهر رمضان المبارك يسرنا أن نقدم لكم برنامجا نوعيا يتعلق بكتاب الله عز وجل الذي هو هدى أو هدى ونور. إننا سنتحدث معكم عن شيء عظيم، إنه الله سبحانه وتعالى. برنامج اسمه هو الله. نحن بحاجة ماسة أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال آياته الكونية وآياته القدرية وآياته الشرعية، لنزداد إيمانا وهدى، ولندعو إخواننا المبتلين بالوسواس والشكوك والريبة، كما ندعو أيضا الذين ابتلوا بالإلحاد وابتلوا بالماديات. من خلال هذا البرنامج سنتحدث نحن وإياكم عن آيات الله تبارك وتعالى التي وردت في كتابه العزيز بما ييسر الله عز وجل لنا. نحن في موعد مع هذه الآيات الكونية كل يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة باللغة العربية، وليلة بعد ليلة أيضا باللغة التجرينية. نسأل الله تعالى أن تكونوا على أتم السعادة والمتعة والفائدة من خلال هذا البرنامج. وبلا شك التأصيل لهذا البرنامج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل، والمدارسة تعني أي التدبر وقراءة الآيات وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. فلم نخرج من القرآن الكريم، بل سنزداد حبا لكتاب الله ونزداد حبا لربنا. في العام الماضي أكرمنا الله عز وجل وتحدثنا عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، واستمتعنا من خلال مشايخنا ما عرضوه لنا معاني سامية عالية جدا، ما زلنا نتذوق طعمها ولذتها إلى هذه اللحظة. وفي هذا العام
قررنا أن نقترب إلى ربنا أكثر وأن نتعرف على ربنا أكثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ورد ذكر السماوات والأراضين في كتاب الله عز وجل أكثر من 400 مرة. وورد القسم بالله عز وجل لفظ الجلالة إما الله أو ربي في كتاب الله تبارك وتعالى 8 مرات. وورد القسم بغير اسم الله عز وجل يقسم ربنا بمخلوقاته مرات عديدة جدا. أنا أتوقع أننا سنعيش أجواء طيبة وسوف نستمتع ونحن نتدارس، كيف لا، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لا تشبع منه العلماء. أطلت في المقدمة، أعلم ذلك لأنها فاتحة خير. باسمكم جميعا أرحب بشيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف، عضو مجلس الشورى بل نائب مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا، والباحث في القرن الأفريقي، والباحث في النواحي الشرعية وبالذات في الفقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فباسمكم جميعا أرحب، وسوف يكون ضيفي طوال هذا الشهر الكريم، وربما نستضيف مع شيخنا الشيخ حسن سلمان مشايخ آخرين ليفيدونا المواطن. أسأل الله تعالى أن تستمتعوا وتستفيدوا من خلال هذا البرنامج الطيب المبارك. فأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله فضيلة الشيخ برهان، وجزاك الله خير على هذه التقدمة المباركة التي يكون بها إن شاء الله افتتاح هذا الشهر المبارك في أولى ليالي هذا الشهر. ونهنئ المستمعين والمستمعات جميعا في كل مكان، كما نهنئ شعبنا الإريتري بحلول هذا الشهر المبارك، ونهنئ أمة الإسلام قاطبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أحوج الإنسان في هذا الشهر إلى أن يتخفف من أعباء وأثقال الذنوب والمعاصي والآثام من خلال التوبة، من خلال الاستغفار، من خلال الرجوع إلى الله، من خلال الدعاء إلى غير ذلك. فنحن حاجتنا حقيقة إلى القرب من الله وإلى معية الله وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، كما عبر كثير من العلماء. حقيقة في موضوع هو الله، يعني العنوان نفسه يستوقف الإنسان، وكلما مررت على أواخر سورة الحشر سبحان الله تستوقفني هذه الآيات: هو الله. بعد أن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعدها هو الله، وتتكرر سبحان الله عبارة هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ. فقضية سبحان الله كيف من خلال هذه الأسماء يشدك إلى هو الله. وما أجمل أن يثار إن شاء الله في هذا الشهر أن نلتفت إلى الله، لأن حقيقة الوجود كله بكل ما فيه ومن فيه ومن عليه، وجود الخلق ما هو إلا مظهر من مظاهر أسماء الله تبارك وتعالى. يعني يتجلى الله لنا في مخلوقاته. فإذا رأيت المخلوقات في عظمتها ذكرت اسم الله العظيم، اسم الله الجبار، اسم الله القاهر، اسم الله. فإذا رأيت صورة الجمال بدت لك كذلك أسماء الجمال والإكرام وهكذا. فالوجود كله مظهر من مظاهر أسماء الله تبارك وتعالى، وكأنما الله احتجب عنا بمخلوقاته ابتلاء لهذه الخليقة. هذا جانب اللي هو جانب المخلوقات الله تبارك وتعالى. الجانب الثاني وهو الذي يعبر كذلك عن مراد الله تبارك وتعالى، وهو كتابه. فنحن أمام كتابين.
كتاب الله المنظور الذي نراه في الآفاق وفي الأنفس وفي الكون كله بكل أبعاده، هذا كتاب منظور. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. والنوع الآخر من آيات الله تبارك وتعالى هو آيات الله المتلوة. فالإنسان المؤمن سبحان الله يتقلب بين آيات الله الكونية وآيات الله تبارك وتعالى الشرعية. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ حسن في هذه المقدمة الطيبة. ومن أبرز الآيات التي وردت في بيان يعني آيات الكون في سورتي البقرة وآل عمران. ونستأذن المشاهدين والمشاهدات في التلاوة عليهم بعض من هذه الآيات من سورة آل عمران، وذلك افتتاحا لهذه الحلقة، وحتى ندخل بعد ذلك في الآيات التي تؤثر في قلوبنا. وكل كلام ربنا مؤثر، ولكن بعض القرآن يؤثر بعضه أكثر من بعض. ففي قوله تبارك وتعالى يعني إن في خلق السماوات والأرض كما سأتلوها على مسامعكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شيخ حسن، نريد مقدمة عن معنى الآيات الكونية. طيب، حقيقة في موضوع الآية، لفظة الآية عموما في لغة العرب تعني العلامة. جميل. هذه من حيث اللغة. فإذا قيل أن هذه آية يفهم منها أنها علامة، قد تكون علامة على ما ورائها، وهذا هو المراد. ولفظة الآيات إذا تتبعناها في القرآن الكريم من حيث ورودها مفردة وجمعا تكاد تتجاوز 300 مفردة. جميل. يعني 84 أو 85 مفردة اللي هي آية، كلمة آية. جميل. وأكثر من 200 وشوية آيات. فسبحان الله، هذا المعنى العظيم لما أنت والله آية وآيات ينبغي أن تقف عندها. الله يقول لك إن في ذلك لآيات، إن في خلق السماوات والأرض لآيات، إن في السماوات والأرض لآية، وكلها تدل وكلها علامات. هي في النهاية علامات. يريد أن يقول لك هذه علامات انتبه لها. لكن علامات على ماذا؟ يجب السؤال الكبير، وهذا إن شاء الله سأتي إليه. علامة على ماذا؟ لكن خلينا أول شيء نقف على معنى الآية. جميل. الآن عرفنا بأن والله الآية في كتاب الله مفردة وجمعا وردت مئات المرات. جميل. مئات المرات. معنى ذلك هنالك تركيز. لما نأتي لنفرز هذه سواء الآية المفردة أو الآيات الجمع، أردنا أن نفردها، تذهب معنا في 3 مسارات. المسار الأول هو الآيات الكونية التي تتكلم عنها. جميل. والآيات الكونية متعلقة بالكون
اللي هي كافة مخلوقات الله تبارك الذي لم يكن وكونه الله. لم يكن وكونه الله. نعم. فالكينونة. جميل. كينونة. لأن عندنا الكينونة والصيرورة والسيرورة كما يقول. مع أن لفظ القرآن أيوه المخلوقات، الخلق. أيوه الخلق، لكن هنا العلماء يقولون الكون. نعم. نعم. فالمكنونات هذه أو المخلوقات هذه كلها آية من آيات الله باعتبار آيات كونية، وممكن نفصل فيها، لكن خلينا الآن نقول جميل. عدد كبير جدا منها، ومنها الآية التي تلوتها. جميل. النوع الثاني هو الآيات الشرعية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. جميل. يطلق عليها آيات. نحن أنت تلوت آيات. نعم. لاحظت؟ تلوت آيات باعتبارها من القرآن. أيوة، باعتبار شيء من القرآن، لكنه متضمن هدايات ومتضمن أحكام. نعم. لاحظت؟ فهذا معنى من المعنى. في معنى ثالث حقيقة لاحظت كثير من المفسرين أو كثير من الكتاب يذهبون أن الآيات اثنين، إما آيات كونية أو آيات شرعية. في معنى ثالث وهو الآيات المعجزات. الله تبارك وتعالى يسميها آية. لاحظت؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقتا. هنا صح، هي وردت في آية قرآنية، لكن هي في ذاتها تعبر عن آية. يتكلم عن عيسى ويقول هو آية. يتكلم عن قصة مريم ويعتبرها آية. يتكلم عن 9 آيات لموسى عليه السلام. فالمعجزات نفسها آيات. نعم. جميل. لاحظت؟ إذا عندنا 3 مسارات: المسار الكوني، والمسار الشرعي الذي فيه أحكام وفيه تفاصيل، ومسار الإعجاز. لأنه ليش أقول الآية في الإعجاز؟ لأنه أحيانا آيات الأنبياء ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينات منفصلة عن الكتاب، فليست هي زمن. موسى عصاه آية من الآيات. يده التي في يضع آية من آيات الله. شقه للبحر آية من آيات الله. إذا تتبعت القرآن الكريم لن تجد لفظة آية تخرج عن هذه المسارات الثلاث. سبحان الله. آية كونية، وآية شرعية فيها أحكام، فيها هدى، فيها أحكام تفصيلية. النوع الثالث هو الآيات البينات. طيب يا شيخ حسن، ما سبب ذكر هذه الآيات في القرآن الكريم؟ لماذا أكثر الله عز وجل منها؟ صح. ما السر؟ هذه هي الجزئية. يعني الله سبحانه وتعالى يحشد كل ذلك. أنا حقيقة استحضرني بهذا السؤال مقولة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول: السنة كلها لبيان القرآن، والقرآن كله للدلالة على الله. الله. فإذا أردنا أن نختصر لماذا كل ذلك؟ الله. نعم. كل هذا يعني ما الذي نستفيده إذا كان لم يدلنا على الله؟ نعم. يعني هذه الآيات الكونية، ولا الله يقول لنا تدبروا فيها، تأملوا فيها، علامات، بينات، كذا. لماذا يا رب؟ تدلنا عليه جل جلاله، تعرفنا به سبحانه وتعالى. جميل. فالآيات الكونية كلما تدبرناها اتضح لنا قدرته وعظمته وكبرياءه وقدرته وعلمه، تدلنا على هذا. الآيات الشرعية دلتنا كذلك على أحكامه ومراده. نعم. يعني تلك دلتنا على خلقه وقدرته وعظمته. حتى هذه في حد ذاتها هي أيضا آية من آيات الله عز وجل، اللي هي الأحكام والشرائع. طبعا هي نفسها مما تقوم الإيمان، فيها آيات وفيها علامات كبيرة جدا. بالنسبة للآيات المعجزات فيها بينة ودلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لاحظت؟ الذي هو يدلنا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. نعم. فآيات الإعجاز تدل على صدق النبوة، وصدق النبوة يعرفنا بمراد الله من رسالته، حتى نحقق العبودية في النهاية، لنحقق بمعرفتنا بالله والعلم به والتعرف عليه والاقتراب منه بأسمائه وصفاته والتودد إليه، لنعبده جل جلاله سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية العظمى من كل هذا الأمر هو أن يهتدي هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يتعرف هذا الإنسان على مراد الله. ثم هذا التعرف أيضا، هذا التعرف له أيضا مقصدان أساسيان. المقصد الأول أن ينجو عند الله في الاختبار والابتلاء. يا سلام. مش كده الله لما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أول قضية تنجو عند الله من عذابه، أو فأنت الذاهب والعياذ بالله إلى مكان آخر. الأمر الثاني تصلح في دنياك. نعم. يعني لما تتبع سبحان الله هدايات القرآن الكريم تعيش في حياتك على أفضل بسعادة، حياة طيبة، معية الله، حفظ الله. فأنت تعيش أيضا بهذا الجانب، وبالتالي أنت تحقق أمرين أساسيين: مراد الله في
رضوانه تبارك وتعالى ودخول جنته والعيش الأبدي الذي لا انقطاع فيه، وتعيش في نفس الوقت حتى في هذه الدنيا المحدودة القصيرة تعيش أيضا وأنت في حياة طيبة. أنا بيتهيألي دكتور حسن أن السبب الرئيسي في كثرة ذكر الآيات الكونية والآيات يعني اللي هي آيات التلاوة وما ذكره شخصكم الكريم فيما يتعلق بالمعجزات، أساس هذا الأمر كله هو عملية الغيب. نعم. لأن الإيمان بالله عز وجل غيبا. نعم. فحتى نحن لا يكون عندنا حجة يوم القيامة، فالله عز وجل أتى لنا بآيات واستدلالات كثيرة تشعرنا بالمشاهدة وكأننا نرى الله سبحانه وتعالى كفاحا ليس بيننا وبينه شيئا، لأنه تكلم عن نفسه جل وعلا وعن صفاته، وتكلم عن المخلوقات التي خلقها بالتفصيل الدقيق كما سيأتي معنا. أعجبني أخونا الشيخ أبو الخير في قصة ذكرها في إحدى البرامج، قال كان لديه صديق صيني درسوا سويا، وهذا الرجل الصيني كان ملحدا لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بشيء أبدا. فقال له الشيخ أبو الخير لماذا لا تؤمن بالله؟ قال إني لم أره، فكيف أؤمن بشيء أنا ما رأيته ولم أقف عليه؟ فبالتالي أرى أن الإيمان بغير المشاهدة ليس بصواب. قال فسكت. ثم خرجنا سويا وكنا في جامعة ندرس مع بعض، فمررنا في الشارع على لوحة جميلة مكتوبة بخط عربي راق، فقلت لصديقي ما رأيك في هذا الخط؟ قال هذا خط جميل، وكان يجيد اللغة العربية ودرس اللغة العربية بحروفها. فقال إن الذي كتب هذه الحروف خطاط ماهر. فقال له الشيخ أبو الخير، قال أنا لا أؤمن بهذا لأنني لم أرى الخطاط. فاندهش، قال وهل يلزم أن تؤمن بالخطاط حتى تراه؟ أليس هذا الخط الذي أمامك يدل على الخطاط؟ فقال له إذن أنت كيف تقول أنك لا تؤمن بالله ألا وأنت ترى هذا الكون وترى هذا الخلق، ترى هذا الإبداع، خروج الشمس من المشرق وغروبها، وبدأ يتلو عليه آيات الكون فذهل لوهلة، ثم قال صدقت، سأقرأ عن الإسلام وأقرأ القرآن حتى أقف على معنى هذا الكلام الذي أنت قلته. فما لبث حتى أسلم. الله أكبر. أسلم والحمد لله. هو الله. يا سلام يا سلام. إذن بهذه المقدمة شيخ حسن وهذه الذي أنت ذكرته لعلنا أنا بس أضيف جزئية بسيطة لعلها تفيد. أنت ذكرت موضوع الغيب سبحان الله، وكيف أن الإنسان فعلا محتاج إلى الآيات والدلائل. نعم. حتى لأنه يعني واحدة من القضايا هو أن الله ابتلانا بذلك. نعم. ابتلانا بأنه بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالله عز وجل له 3 أصناف من الخلق. الصنف الأول لا يعصون الله ما أمرهم، ملائكة. نعم. هؤلاء قريبين جدا ورأوا الغيب. نعم. وبالتالي أمرهم لم يخضع لقانون البشر في مسألة الاختبار والابتلاء وأنهم يا سلام عليك. هذه واحدة. وخلق نوع آخر، يعني ملائكة يعقلون ويفهمون وكل شيء، لكن مع ذلك سخرهم الله للعبادة، بحيث هؤلاء لا يصلحون لمنطقة الابتلاء، فهؤلاء خلق مسخر. النوع الثاني اللي هو الجمادات أخضعهم كذلك لقانون التسخير، وهو أن الله وضع قوانين لتسيير الكون كله بمنظومة معينة، فالكل في منظومة خاضع، أي يسبحون خاضع. نعم. خاضع. هنالك خلق لطيف، هذا الخلق الإنساني الذي فيه سبحان الله من المادة وفيه من الروح، فيه من عالم الطين وفيه من عالم السماوات. صحيح. وفيه خاصية ليست في كليهما، أولئك مسخرون وهؤلاء مسخرون.
ابن آدم أراد الله له أن يؤمن اختيارا لا اضطرارا. يعني في منطقة الاضطرار كان يمكن أن الله تبارك وتعالى يجعلنا كالجمادات أو يجعلنا كالملائكة. نعم. لكن لا، ما أراد الله لنا ذلك. لذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يقول: ومقصود إنزال الشريعة هو أن يكون الناس عبيد لله اختيارا كما هم عبيد لله اضطرارا. الله الله. فهنا كيف أنت بما أن يريد منك هذه العبارة، يقول مقصود إنزال الشريعة أن يكون الناس أو أن يكون المكلف عبد لله اختيارا. أيوة، يعني الله ما يريدك بالإكراه أنك تؤمن به، لا، والله عز وجل قادر. قل هو القادر على أي طبعا قل هو القاهر وهو القاهر فوق عباده. نعم. وفي نفس الوقت عاب على أو منع الأنبياء أنهم والله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما أريد هذا، لو أريد هذا لجعلتهم أصلا كلهم مؤمنين. لا، أنا أريد هذا المكلف، أريده بشيء مختلف. ولذلك أنا أعطيته اختيار. نعم. فجعل الله سبحانه وتعالى نقطة الاختبار في أنه هو غيب بالنسبة لنا لا يرى في دنيانا، وفي نفس الوقت مبتلون، ولكن جعل من الدلائل ما تدل عليه. نعم. وهنا يأتي قضية أن والله هذا الإنسان مكنه الله بالفطرة، مكنه الله بالعقل، مكنه الله بهدايات الكتاب، مكنه الله بالخلق، فلا عذر عليه. نعم. فهذه تقريبا أيضا من الأشياء يعني حقيقة هذا إبداع وتوجيه طيب. في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه النجدين وهديناه النجدين. لو نتعمق في الحديث عن قضية أن الله فعلا مكن للإنسان أو أعطاه الاختيار حتى يختار يعني إحدى الطريقين، الشر والخير، أن الله ألهمه في هذا. لو نتعمق قليلا في هذا الموضوع لأنه سيأتي معنا كثيرا. هو كما ذكرت أن قابلية الإنسان للأمرين وليس لأمر واحد. يعني الملائكة ليست قابلة إلا لشيء واحد، هو الطاعة. وكذلك الجمادات ليست قابلة إلا لشيء واحد وهو الالتزام بأمر الله. قالتا أتينا طائعين. فكلا المخلوقات هذه، لكن بالنسبة لابن آدم لا، موضوعه مختلف. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من خاصية الخلق أنه بإمكانه أن يقول نعم اختيارا أو يقول لا اختيارا. أعطاه مشيئة كما يقول العلماء، لكن هذه المشيئة في النهاية تدور في مشيئة الله بلا شك. لكن هل هو لديه الاختيار؟ عنده الاختيار. عنده الاختيار فيما يريده الله منه، كما يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: لا فيما يريده الله به. ما يريده الله بك أنت مسخر، وما يريده الله منك أنت مخير. يا سلام. فالله عز وجل يريد منك الإحياء، الإماتة، المرض، الغنى، الفقر، في أشياء يريدها بك، هذه يجريها عليك. نعم. وأنت هنا تشترك مع ويختارك ذكرا أو يختارك أنثى. هذا ليس من شأنك. إريتري، سوداني، فرنسي، هذه ليس، ما في أحد يملك، ليس من شأنك. فهذا ما يريده بك. نعم. أما ما يريده منك هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى وكذا. هذه قضايا يجب أن تقرر أنت هل ستكون من مؤمنا أو تكون كافرا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. ثم بعد ذلك تتحمل النتائج. يعني عندما أعطاك الله هذا الخيار يقول لك انتبه، مسؤولية، وهي الأمانة، معنى الأمانة. نعم. بعضهم فسرها بهذا. صحيح. اللي هي الأمانة التي ثقلت في السماوات وثقلت في الأرض وأشفقنا منها، حملها الإنسان، مش كده؟ هذه الأمانة هو أن الله أعطاك اختيار أن تسلم أو لا تسلم، ثم قال لك والله تتحمل مسؤولية القرار الذي تتخذه. نعم. ولذلك وساعدك بعد كده، سبحان الله، أعطاك كل الطرق التي تؤدي إلى الهداية، وبين لك كل الطرق التي تؤدي إلى الغواية، ثم قال لك والله بعد كده أنت، وبين لك أعدائك. سبحان الله، في الطريق هذا قال لك في أعداء. نعم. النفس البشرية، النفس التي بين جنبيك عدو، والشيطان عدو. نعم. رفقاء السوء عدو. فيبين لك كل هذا ويقول لك والله السبيل هذا لا تستطيع أن تسلكه إلا بمعيتي أيضا، وأن تستند إلي، وأن تكون معي. نعم. فإن كنت معي فلا خوف عليك ولا أنت تحزن. يعني هذه سبحان الله. نعم.
فهذه المقدمة جدا مهمة يا شيخ حسن، حتى نحن نفهم لماذا أكثر الله عز وجل في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات الكونية التي تدل عليه. نعم صحيح. يعني حتى إذا جاء الإنسان يوم القيامة والعياذ بالله وحكم عليه أن يذهب إلى جهنم وبئس المصير، فلا يكون عنده حجة على الله، لئلا يكون على الله حجة للناس، على الله حجة لئلا يكون للناس. وكأن في قوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. الموضوع خطير جدا. نعم صحيح. يعني مثلا يقول ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار، فكأن الأصل النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هناك ميدان سباق وميدان النجاح، فكأن الأصل سبحان الله أن الإنسان في خطر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. نعم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. المسألة خطيرة جدا. يعني لذلك لما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا فيقول لقريش إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ما قال له عمه لهذا جمعتنا. فكون يحذر عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، بشير ونذير، فقضية خطيرة جدا تستوجب هذا. ردا لمن سأل لماذا الله عز وجل أكثر من ذكر الآيات. لذلك كافتتاح ومقدمة فقط، وإلا نحن سنمر على معظمها إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك. معنا بعض الآيات من باب التذكير لأهمية هذا الموضوع وليس من باب التوغل فيه. سنختار 10 آيات نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت. الآية الأولى في بيان نشأة الكون. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه من آيات الكون. لو تحدثنا عن الإعجاز العلمي فيها شيخنا شيخ حسن. الله يجزيك الخير. أول فيما يتعلق بموضوع الآيات، سبحان الله، آيات الكون، القرآن الكريم أول شيء يبين لنا مسألة مهمة جدا، يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الله. يعني أول قضية يحاول يجهلك، يقول لك يا أخي نقطة البداية لا تعرفونها، وكأنما يقول لك والله لتعرف النقاط والبدايات. هو صحيح العلم الطبيعي أو علم الكون أعطاك الله فيه مقدمات توصلك لنتائج، لكن من حكمته جعل هنالك محطات فاصلة لا تستطيع أن تستبينها إلا منه سبحانه. وإلا لو خلاص نحن والله نستغني بالكون كما فعل الآن الغربيون، ظنوا بأن الطبيعة والكون والعلم كافي لأنه نحن نحسم خياراتنا. الله يقول لك لا، يعني أنت ما أشهدت خلق السماوات ولا خلق نفسك، يعني نقطة البداية أنت لا تعرفها. نعم. ولذلك هذه الآية لو تعاملنا معها بأنه والله ما أشهدتم خلق السماوات، كأنما البشرية والله يمكن أن تصل إلى نقطة من النقاط هي بحاجة إلى أن تتلمس هدايات السماء. طيب هنا نقطة بسيطة. أنت سبحان الله لما تشوف الأرض وتشوف بقية السماوات وبقية الكون، خلينا نقول عالم السماوات بما فيه من مجرات ومن نجوم هذا العالم، وتشوف الأرض تكاد تكون ذرة بسيطة جدا في مقابل هذا الكون. نعم. لكن في نفس الوقت يقول لك والله يا أخي هذه الأرض كانت جزء من هذا الكون الذي هذه السماوات التي ترونها كانت جزءا منه ورتقا فيه، يعني الرتق هو ما اتصل ببعضه. صحيح. مش كده؟ يعني عندما يحصل فتق في الثوب أي تمزق أو كذا أنت تقول رتقته إذا وصلته ببعضه البعض. جميل. الفتق هو خلاف ذلك، الفتق هو انفصام عن إيه؟ يعني يحصل فتق في بطن الإنسان. نعم. عندما كانت متصلة رتق، وعندما تنفصل تسمى إيه؟ فتق. فهنا أعطتك مؤشر، القرآن الكريم أداك مؤشر، وهو أن والله هذه الأرض كانت جزء من هذه السماوات. هنا الآن
باعتبارنا لسنا من أهل الاختصاص في الجيولوجيا، علوم الفلك، لكن يهمنا شيء واحد. الآن كل الدراسات تثبت أن والله المادة التي مادة الأرض هي نفس مادة إيه؟ بقية المجرات. جميل. من الذي أخبر محمد عليه الصلاة والسلام أن الأمر هكذا؟ يعني الأرضية المعرفية، وهو صلى الله عليه وسلم رجل راعي أغنام، عايش في مكة، نعم. وراعي أغنام، أمي، ولم يقرأ ولم نفسها ليست ولم يدرس في الجامعات، ليست أرض جامعات ولا أرض فلاسفة، نعم. مثل اليونان وغيرها يعني، نعم. ولا أيضا اتصل بالفرس وما فيه، ولا الهنود. فأنت في هذه الحالة، ودي كلها عشان ما نكررها، كل الآيات هذه سيبقى السؤال: من أعلم محمد عليه الصلاة والسلام؟ من يعني الله. هل هذه القضية من القضايا التي والله يمكن أن يعرفها الإنسان؟ عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الذرة، ويتكلم في قضايا المجرة، وهو لا عالم ذرة ولا عالم مجرة. طيب، ويعطيك معلومات دقيقة، وفي النهاية لا بد أن تصل إلى برنامجنا، وهو الله. نعم. لا يمكن يعني كل الآيات التي ربما إن شاء الله سنقف عليها سيبقى السؤال الذي حقيقة نحن نستثير فيه عقول الناس، ونحاول أن نقول لمن هو شرد عن الله، ابتعد عن الله، ابتعد عن كتاب الله، ابتعد عن أن يؤمن بالله تبارك، يجب أن يسأل هذه الأسئلة المهمة جدا. إن والله من الذي أعلم محمد عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي، بداية هذا القرن، أعلمه بهذه المعلومة، وهو أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. من الذي أعلم النبي من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التوسع، وإنا لموسعون. نعم. هي في فالكون إلى اليوم كل الفلكيين يثبتون أن هناك توسع، أن هنالك تمدد وانتشار. من الذي أعلم محمد عليه الصلاة والسلام هذه المعلومات الخطيرة يعني. جميل. الآية الثانية في بيان حالة الفضاء وما فيه من ظلام دامس. نعم. إن القرآن الكريم كتاب رب العالمين، يعني وذكر في قوله تبارك وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يشير إلى صعود الإنسان في الفضاء وإلى بعض ما يشاهده في الفضاء الكوني. ومعنى سكرت أبصارنا أي سدت ومنعت عن الإبصار. وفي هاتين الكلمتين إشارة علمية إلى الظلام الدامس الذي يخيم على الفضاء الكوني، لتصبح العيون غير قادرة على الرؤية وكأنها ممنوعة من الإبصار. الله أكبر. نعم. هنا طبعا نحن عندنا نوعين من الشهادة. عندنا شهادة الشهيد وعندنا شهادة الشاهد. هؤلاء الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى لم يكن بمقدورهم الوصول إلى الأرضية المعرفية العلمية التي توصلهم إلى هذا الكلام، لكن هو قالها لهم وحكاها لهم. لكن ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يأتي القرن العشرين ليصل الناس إلى هذا الفضاء ويصعدون إليه ويرون هذا الوصف الدقيق، لدرجة أنه ممكن فعلا الإنسان يظن أنه مسحور، أنه دخل في حالة يصفها القرآن الكريم. يعني سبحان الله، لو أن هؤلاء الرواد الفضاء كانوا يقرؤون القرآن الكريم وعندما صعدوا رأوا هذا الوصف، تصور الحالة النفسية والعقلية التي سيعيشها رائد الفضاء وهو يزود بهذا النوع من المعلومات التي وردت قبل 1400 سنة. سيبقى السؤال: من الذي أعلم محمد عليه الصلاة والسلام بهذا النوع من الأوصاف والوصف الدقيق الذي يمكن أن يكون؟ شهيدنا حقيقة بهذا. فشهادة الشهيد دي أنا ما كملتها، اللي هي شهادة الشاهد. أولئك مروا بشهادة الشاهد، يعني الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بهذه الآية باعتبارهم شهداء، اللي هو شاهد، ولم يقفوا على المعلومة، ولكن ما عرفوا المعلومة. اليوم نحن نشهد شهادة الشهيد ليس شهادة الشاهد. هم علما وخبرة، خلاص هم خبروا الأمر عن الله وعلموا المعلومة عن الله وآمنوا بها، ما رأوها. جميل. نحن اليوم عندنا المعلومة وعندنا المعاينة. صحيح. يعني أنت ما بين لأن العلم دل
أي العلم دل. إذا الإنسان صعد بآيات المركب أيوة والصواريخ فخرج من طبقة الأرض، نعم، فإنه يدخل في ظلام يدخل دامس. في ظلام دامس، نعم. نعم. وبالتالي أنت الآن عندك وتأتيك الصور وتأتيك المعلومات وكل شيء وأنت تقلبها. صحيح. نعم. فهنا فمن أخبر حتى محمداً يتبين صلى لهم الله عليه أنه وسلم الحق. نعم. هذه حتى يتبين لهم. هذه الآية الكريمة جدا حقيقة آية قوية. سنريهم آياتنا في الآفاق نعم. وفي أنفسهم الله أكبر حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه رحمة من الله حتى لا يعذبنا الله عز وجل من غير ما نؤمن، من غير أن نقف. قال حتى يتبين لهم أنه الحق، بمعنى حتى هي أداة غاية. أداة غاية، نعم. أداة غاية. نعم. فيصل الإنسان إلى مرحلة القناعة التامة، فإما أن يؤمن باختياره وإما أن يكفر باختياره. الله أكبر. هنا سبحان الله يعني كثيرا ما تستوقفني بالذات حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين. أقول ما الحق المراد؟ هل المراد هو الله؟ ذلك بأن الله هو إيه؟ هو الحق. طيب هل المراد هو هذا الكتاب؟ إذن هو الحق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إيه؟ بالحق وأحسن تفسير. طيب. صحيح. فيمكن أن نقول بأن ما جاء في كتاب الله من حقائق ومعارف وعلوم وكذا لم يستبينها السابقون ستتجلى للاحقين. لاحظت؟ وهذا فيه رد على الذين يقولون إن تفسير القرآن الكريم هو حكر على السلف. لا ليس، ولا تضيف عليه شيئا. لا. بهذا المعنى الذي ذكرته معنى أن هذا مفتوح. قد يفتح الله عز وجل، يفتح الناس، ما في كلام. نعم. يفتح الله سبحانه وتعالى. والسين مستقبلية. نعم. مسألة مستقبلية. سنريهم آياتنا. طيب أنه الحق. طيب فلما نعلم أنه الحق وهو آيات إلى أين سيدلنا؟ وهل يلزم هذا جهل السابقين؟ كون الله عز وجل فتح على اللاحقين، هل يعني أن السابقين كانوا في جهل؟ لا. وكانوا في ضلال؟ هذا لا يعني. يفتح الله عز وجل للعلوم. إذا كان فتح الله عز وجل لعبد الله الصالح الذي هو لما أمر الله موسى عليه السلام إلى خضر. نعم. خضر عليه السلام قد آتاه الله من العلم ما لم يقف عليه كليم الله موسى. ولا ينقص ذلك من قدره. وعلى كل كيف ندرك أن الله يبتلي كل قرن وكل زمان وكل أمة بما شاء من اختبارات وابتلاءات على كل حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا تبين لهم الكتاب حق فيدلهم ذلك على الحق الذي لا يموت، على الذي هو سبحانه وتعالى الله جل وعلا. ونحن ندور في كلمة هو الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة في بيان حالة الإنسان عند الصعود إلى الفضاء. قال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وجه الدلالة قال جاء على سبيل الهداية، وهذا من مقاصد القرآن الأساسية، ولكن هذه الآية حملت إشارة علمية بقوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي والحقيقة العلمية التي يشير إليها النص القرآني وهو ضيق الصدر أصبحت من المعارف المؤكدة علميا وتجريبيا في طب الفضاء. وأولى الملاحظات عنها كانت بعدما يزيد عن 1000 سنة من نزول القرآن. والسؤال المطروح هو كيف استطاع هذا النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي عاش كبقية مجتمعه بعيدا عن حياة الجبال الشاهقة أن يصف ظاهرة تصعد الإنسان في الفضاء وهو ما يصاحبها من ضيق شديد في الصدر؟ لا بد أن يكون الجواب هو أن القرآن الذي جاء به ذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أنزل من عند الخلاق العليم. تعليقكم؟ هو نفس ما ذكرناه في أن هذه المعلومات، وهي الآن طبعا حتى في غير موضوع الصعود إلى السماء، كثير ممن يعرف العيش في الجبال
والمناطق المرتفعة والبلدان التي هي تبعد عن الأرض يعني مسافات طويلة يقل فيها مساحة الأكسجين. سبحان الله. وبالتالي سبحان الله حتى لما كنا في أديس أبابا وكذا الناس يقولون انتبهوا الوضع في الهضبة ليس كالوضع في المنخفضات. فهذه كما تفضلت يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرف هذا النوع من العلم حتى نستطيع فعلا أن نقول بأنه عليه الصلاة والسلام تلقى هذا العلم من البيئة التي يعيش فيها. ولذلك المسألة هي كلها تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله سبحانه وتعالى أن الله علمك ما لم تكن تعلم. هذه واحدة من العلوم التي اكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وليس عن طريق التجارب. النبي صلى الله عليه وسلم علومه ليست علوم بالذات في كتاب الله، هي تلقى وحي من الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بارك الله فيكم الشيخ حسن. الآية الرابعة عجيبة أيضا. نعم. قال تعالى والبحر المسجور. نعم. البحر المسجور قال اكتشف العلماء في عام 1920 أن المحيطات تحتها لهيب من النيران تحت المياه. نعم. ومن هنا أقسم الله عز وجل وقال والبحر المسجور، أي البحر الذي فيه نيران ضخمة. نعم. تعليقكم؟ طبعا أولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في حياته عليه الصلاة والسلام لم يره البحر ولم يركب البحر، يعني هو ابن صلى الله عليه وسلم الجاف أو ابن اليابس عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لم يعش حالة البحر ولم يخوض البحر حتى نستطيع أن نقول بأنه يتعرف على. لكن في الآية أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أودع هذه النيران المتكلم عنها في كتاب الله والتي يتم اكتشافها الآن بهذا الشكل الذي يتكلم عنها تقريبا علماء الجيولوجيا، ونراها الآن البراكين الآن تقريبا بقت خلاص يعني نعم. يعني الزلازل والبراكين والنيران المنبعثة من داخل الأرض. لكن أن تكون هذه سبحان الله هذه القدرة الإلهية التي تجعل الماء الذي يطفئ النيران من تحتها أن تكون هنالك نيران عجيبة. أي فهذه المسألة فعلا من أول فيها بيان لقدرة الله تبارك وتعالى، وفيها الجانب الآخر وهو من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالبحر المسجور الذي هو تحت هذه يعني مئات الأمتار حتى تصل إلى عمق البحر، وتنزل أيضا إلى عمق البحر كذلك مئات الأمتار حتى تصل إلى البراكين. هذه البراكين الملتهبة بالنار إذا انفجرت تصل إلى البحر. نعم. فكيف تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ من الذي أخبره أن هؤلاء الناس، يعني يقول هنا الكاتب لم يتم الاختراع إلا بعد 1920 سنة بعد اختراع أجهزة الغطس، ولم يتمكنوا من دراسة قاع المحيطات العريقة إلا في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. نعم. بعد اختراع أجهزة التصوير في أعماق البحار. صح. نعم. ولقد وجدوا بقاعا كثيرة من المحيطات العميقة عبارة عن براكين متفجرة باللهب. وإذا استبعدنا المعارف البشرية لهذه الظاهرة البحرية المتمثلة في البحار الملتهبة، تصبح هذه المعلومات من مصدر غير بشري ولا تكون إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه في القرآن الكريم. وفي هذا دليل على إعجازه العلمي. يعني كما تفضلتم شيخنا الشيخ حسن. الآية الخامسة قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هذه أيضا جزء سبحان الله من علوم البحار التي اكتشفها الناس الآن. وبالنسبة لنا طبعا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالبحار ومعرفتها، لم يركب البحر. وحتى لو افترضنا أنه ركب البحر، لكن ما وصل إليه العلم الحديث بالدقة المتناهية في قضية هذه البحار عند تداخلها وما يحصل فيها، وكيف أن الله سبحانه يصفها هذا الوصف الدقيق برزخ بينهما برزخ لا يبغيان. فلا البغي هو العدوان والاعتداء والتجاوز، لا يتجاوز هذا على هذا ولا هذا على هذا، وكلاهما يتجاوران، وكلاهما سائل. أيوه. وبل أحيانا ماء، وكلاهما وأحيانا يكون أحدهما عذب والآخر ملح أجاج. نعم. مش كده؟ أي والله. ولا يتداخلان. فهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأعظم من ذلك
كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق ويخبرنا إياه في كتاب نزل كما ذكرنا قبل 1400. يقول هذه هي الحقائق. هو الله، الكون هو الله، هو جل الله جلاله سبحانه وتعالى. يعني ما نزداد إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وقوة به سبحانه وتعالى. لذلك الناس يتفاوت إيمانهم في درجة إيمانهم، فبعضهم قوي الإيمان وبعضهم وسط وبعضهم ضعيف من خلال هذه الآية. لذلك وسبحان الله هنا لا بد أن نشير يعني دائما الأسئلة التي يسميها العلماء الأسئلة الفلسفية، اللي هو سؤال لماذا؟ نعم. سؤال كيف؟ يعني لا الإسلام لا يريدك أن تقف عند الوصف، وهذه واحدة من إشكاليات العلوم المعاصرة، أنها صارت علوم وصفية تحاول أن تصف لك الأشياء. الآن يتكلمون عن البحار أجود كلام، يتكلمون عن السماوات أجود كلام، لكن لماذا؟ لكنهم لم يجعلوها آية. نعم. يعني الله يقول لك هذه آية، نعم. دبرها. لكن سبحان الله لما يدخل العالم الذي يؤمن بالله يدخل على هذا النوع من العلوم يتحول إلى أنه أتقى الناس وأخشاهم. نعم. إنما يخشى الله من إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يدخلون بسؤال عدم الوقوف عند ظواهر الأشياء، بل يقتحمون ماذا بعد، بل يعرضون، هذه إشكالية كبيرة. بل يعرضون ما من آية في السماوات والأرض يمرون عليها إلا هم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشكلة. نعم. مشكلة كبيرة. هذه إشكالية. يعني لاحظ الآن هذا الهوى، هذا الهوى والغفلة للأسف الشديد، الغفلة. وأحيانا سبحان الله أنك أنت يعني تسير في اتجاه يوقفك عن الله، يقول لك خلاص نحن نكتفي، الله نحيه، نكتفي بالإنسان والطبيعة. يعني ما ذكرته شيخنا شيخ حسن في مسألة إنما يخشى الله من عباد العلماء. دعنا نستعرض الآية الكريمة. نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها غرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف أين جاءت؟ جاءت في سياق علمي. أيوه. علم الجيولوجيا وعلم النباتات وعلم الإنسان، ما جاءت في سياق شرعي. لا جاءت في سياق. بعدها قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا فجمع بين الآيتين. نعم، جمع بين الآيتين. يتلون كتاب الله. نعم. فسبحان الله هكذا يعيش المؤمن مع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخ حسن، زادكم الله من فضله وعلمه. قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال: وقد اكتشف العلماء دور الرياح في تلقيح السحب بأنوية التكاثر من الغبار أو الملح أو قطرات من ماء البحار، والجمع بين السحاب وكهربائياته السالبة وكهربائياته الموجبة فيما يشبه التلقيح، وكل ذلك يترتب عليه سقوط المطر. ولهذا فتلقيح السحب هو الأقرب إلى فهم المقصود في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وليس تلقيح الزروع كما كان يظن المفسرون القدامى. والسياق في النص يؤكده ذلك المعنى. فالتلقيح هنا يتبعه نزول المطر من السماء، أي أن التلقيح هنا للسحب وليس للأزهار والأشجار، كما أن تاء السببية في كلمة فأنزلنا من السماء ماء دليل آخر على ذلك المعنى. نعم. يا سلام، هذا هو المعنى القريب جدا سبحان الله. هو على كل طبعا يؤول سبحان الله بحسب ما وقع عليه من أرضية معرفية. ونحن الآن يصل بنا العلم إلى هذا النوع من الدقة في قضية دور الرياح. يعني تلاحظ الآن السحب تتجمع من خلال الرياح، والرياح تتحرك تارة رياح جنوبية وتارة رياح شمالية وشمالية شرقية وهكذا. يعني حركة الرياح تؤدي إلى إيه؟ إلى نقل السحب. أحيانا سبحان الله يحصل عملية التلقيح المذكور عنها الآن علميا التي تؤدي إلى نزول الغيث، وكأنما يقول لنا والله حالة التلقيح وحالة التزاوج هي حالة كونية مفارقة للإله. نعم سبحان الله. من كل شيء زوجين. نعم. هذا التزاوج. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذين الزوجين سبحان الله تجدها في الحيوانات وتجدها في الإنسان وتجدها في النبات، لاحظنا، وتجدها كذلك الآن في السحب. نعم.
سبحان الله. وفيها أيضا جانب آخر، وهو مسألة أن الله تبارك وتعالى من خلال السحب أيضا، من خلال الرياح تأتي عملية الانتقالات كأرزاق. أول مرة أقف على هذا المعنى، لا هذا معنى أن قوي. الرياح يعني نعم. تنقل الكهرباء المغناطيسية المغناطيسي نعم. من سحاب إلى سحاب. نعم. عجبا. أي نعم. حتى يحصل وتنزل معلومات دقيقة. الله أكبر. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. سيبقى هو الله. هو الله. أي نعم. سبحانه هو وتعالى. الله. الله المستعان. الله أكبر. الآية السابعة ونختم بها. نعم. قال الله عز وجل في مراحل خلق الإنسان وتطوره، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة نعم. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما نعم. فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. الله أكبر. هذه علوم الأجنة وتطوير خلق الإنسان. نعم. هنا يقول الكاتب لقد نال خلق الإنسان اهتماما كبيرا من القرآن الكريم، وجاءت به إشارات علمية في هذا الموضوع على جانب من الأهمية، وتمثل حقائق عن تكوين الجنين وعن أطواره داخل الرحم لم تكن معروفة إلى وقت قريب، وكانت كل المعلومات عن تكوين الجنين مغلوطة عن حتى القرن العشرين. ففي القرن السابع عشر الميلادي كان المعتقد أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المنوي للرجل على صورته الإنسانية، أي أنه لا يمر بأطوار في رحم الأم. وفي القرن الثامن عشر عندما اكتشف العلماء بويضة المرأة قالوا إن بويضة المرأة هي التي خلق فيها الإنسان كاملا. وأخيرا جاء العلم الحديث ليعطي المعلومات الدقيقة عن تكوين الجنين ومراحل تطويره، والتي جاءت مطابقة لما ورد بآيات القرآن الكريم، وليعلن على لسان العلماء سبق القرآن وإعجازه العلمي. والآية القرآنية المذكورة آنفا تشير إلى المراحل البيولوجية لخلق الإنسان منذ أن يكون نطفة إلى أن يصبح كاملا. تعليقكم؟ أولا هنا لا بد أن نشير، لأنه ألاحظ سبحان الله بعض الناس عندما يتكلم المسلمون عن هذا النوع من الإعجاز العلمي وكذا يقول لك يا أخي أنت والله تخلوا العالم يكتشف ثم تقول والله في كتابنا. أول شيء لا بد أن ندرك بأن قضية الكتاب هو ليس حكرا علينا، هذا كتاب للناس. الله سبحانه وتعالى قال هدى للناس. نعم. كما أنه هدى للمتقين، هدى للمتقين في أحكامه وهداياته الشرعية التي هي الخطاب فيها لأهل الإيمان، لكن باقي الكتاب كله هدى للناس. نعم صحيح. فما تصل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس. هدى للناس. نعم. فما تصل إليه البشرية نحن نقيم بالكتاب عليهم الحجة، هي كده، ما عندنا إشكال، يعني لا نتحسس من أنهم اكتشفوا، ولكن نقول لهم هذا الاكتشاف آية من آيات الله يجب أن تدلكم عليه. هذه القضية ولا بد أن نستحضرها. الأمر الثاني كما تفضلت، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التطورات الدقيقة في بطن الأم؟ شيء عجيب. وطبعا من باب المعلومية نحن كما يحكي الشيخ الزنداني عليه رحمة الله بأن هذا الرجل هو عالم الأجنة، بعد أن أعلن عن علمه وتفاخر به نودي في جامعة الرياض وبحضور الشيخ الزنداني وناظروه وقالوا له والله هذا هو فقال لا يمكن، هذا الكلام لا يمكن، أنا أول ما اكتشفت هذا كيف تنسبوه إلى رجل في القرن إيه؟ قالوا له هذا هو، طلع عليه، فاطلع على الآيات كلها اللي فيها خلق الإنسان. يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أول حاجة دلك على الخلق الأول. نعم. قال لك والله الخلق الأول كان من تراب. صحيح. سبحان الله، لو لم يقل لنا ذلك لظلت الفكرة إنه والله لا نحن كلنا هكذا، لا، يقول لك والله البداية من تراب. نعم. يخرج الحي من الميت. أول شيء كنتم هكذا، ثم نعم. خرج آدم، ثم خلقت الزوج من آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، ثم حصل الانتشار والبث. نعم. إذا أنتم بشر تنتشر. صحيح. لكن بعد ذلك التكاثر بدأ بهذا الشكل، اتصال رجل بامرأة. نعم. كائن منوي صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، يدخل على رحم المرأة، يتصل بالبويضة، وملايين، يعني دفقة الرجل يكاد يكون فيها 5 مليون مثلا أو أقل شيء 5 مليون. نعم. حيوان، والذي يدخل واحد ثم يقوم بتلقيح يقلق بقية اللي هنا، خلاص لا تستقبل البويضة بعد أن دخل هذا. نظام عجيب. ثم تبدأ عملية النمو. سبحان الله، نظام عجيب. هذا التطور. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيتات.
40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 هذا من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحولات؟ معلومات يعني الطبية طبية عالم أجنة ليبين للناس والله لا، لكنه جاء بآيات الله تبارك وتعالى السابقة، علم الله السابق لإيه؟ للعلوم التي وصلت إليها البشرية من خلال اكتشافاتها، ليقول لنا والله هذه آيات الله تبارك وتعالى. إن في هنا نلاحظ شيخنا، نلخص الموضوع، لاحظ آيات الله الكونية الآن تناولنا كم نحن؟ تناولنا السماوات والأرض في آية البقرة وآل عمران، صحيح مش كده؟ نعم. اللي إن في خلق السماوات والأرض جاءت في آل عمران في النهاية، وجاءت هنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في هذه كمان ما شاء الله آية البقرة. إذن آيات الله الكونية في السماوات والأرض، آيات الله الكونية في خلق الإنسان وبديع صنع الله تبارك وتعالى، آيات الله الكونية في البحار، لاحظت؟ آيات الله الكونية في موضوع الرياح، نعم الرياح وكانت رتقا ففتقناهما، آيات الله الكونية في النباتات، نعم الزروع والزروع نعم. فلاحظ كيف أن الله تبارك وتعالى تناول كل هذه الظواهر وكل هذه آيات الله في البحار وآيات الله في البحار ليقول لنا في نهاية المطاف هذه الآيات يجب أن لا تمروا عليها وأنتم عنها معرضون. صحيح. يجب أن تقفوا عندها، تتفكروا فيها، تدبروا فيها، يجب أن تدلكم على الله سبحانه وتعالى في قدرته وعظمته وجلاله وكبريائه جل جلاله، وإلا لم تنفعكم هذه العلوم كلها وتنقطع بكم في نهاية المطاف في دنيا زائلة، والمفترض أن هذه تدلكم على نهايات الطريق. نعم، لذلك في نهاية هذه الحلقة نقول: من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات الدقيقة؟ نقول: هو الله. هذا هو برنامجكم في ليالي رمضان المبارك، لنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، فنعظمه ونعبده كما يحب ويرضى، ونخشاه ونتقه ونرجو ثوابه ونخشى عقابه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مشاهدي الأكارم، حتى ألقاكم بعد غد إن شاء الله، أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، كما أشكركم على حسن المتابعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيامه وتدبر آيات الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط